بالنسبة لما يقع في الرجاء الرياضي ماشي والدة اليوم، يعني ماشي هذه المقابلة ولا المقابلة اللي فاتت، هذه سنين تقريبا واحد 10 سنين ولا أكثر من 10 سنين، والرجاء كتخبط في مشاكل كثيرة، منها تغيير يعني من 2013 ل 2023 حنا كنغيروا السته ديال الرؤساء، والسابع هو جاي في الطريق يعني قبل نهاية الموسم. يعني هذا الشيء ما كيشرفش الكيان الرجاوي، كيشرفش الفريق ككل. والنتيجه هانتوما كتشوفوا الاقصاء المدير من عصبه الابطال. خرجنا من المنافسه على البطوله يعني من دورات سابقه. كتشوفوا الاداء ديال اللاعبين اللي ماشي تدور المتوسط، يعني ضعيف. كيف ما كتشوف راه كاينين اللعابه اللي ما يستحقوش يهزوا التوني ديال الرجاء. كنا كنشوفوا لاعبين كانوا في المستوى وكنا كنطالبوهم بالمزيد. دابا كتشوف ان اللعابه ما كيعطيو حتى شي حاجه. يعني العشوائيه في التسيير منذ سنوات، والنتيجه ان الرجاء دابا راه هي في الكوما. ولا نقدروا نقولوا راه الرجاء توفات بهذه العباره هذه. كنتمنى هذا الرئيس هذا اللي جا انه يبدا الخدمه من دابا. العام الجاي ما لاعبين على حتى شي حاجه، يعني كنقصد ان المنافسات الخارجيه لاعبين على البطوله العام الجاي. هذا هو اللي غادي يكون بالاضافه الى كاس العرش، حاجه طبيعيه. يعني الرئيس اللي غادي يجي خصو يوجد من دابا لاعبين اللي يكونوا في المستوى ويساليو هاد الازمه، حيت راه ماشي ازمه ديال ازمه ماليه كيف ما كيروجوا لها، وازمه سيريه محضه. ان عامين دابا دخلات فلوس كثيره للمكتب ما شفنا منها حتى شي حاجه. مازال كنشوفوا لعابه ديال تروازيام كاتيجوري ولا كاتريام كاتيجوري في الرجاء. ما يمكنش بهاد اللعابه انك تفوز بعصبه الابطال مثلا، ولا تمشي بعيد في عصبه الابطال، لان عصبه الابطال عندها قوامها كيف ما كيقولوا. واللي كان موجد لعصبه الابطال راه هو لاعب الدومي فينال. وبالنسبه للمدرب انا كنقول المدرب ما كيتحملش المسؤوليه بواحد النسبه كبيره. ما دارش انتدابات، جا لقى الفريق في واحد الظرفيه اللي هي صعيبه بزاف في بدايه ديال الموسم. كنقول انا لملم جراح الفريق شيئا ما. كان كيبان لنا واحد شويه ديال الضوء اننا غادي نمشيو شويه بعيد في العصبه الابطال، ولكن كنرجعوا للحقيقه المره اللي هي ان ما عندناش ليفيكتيف اللي غادي يمشي بعيد في هذه المنافسه. ان الا بغيتي تربح الالقاب خصك القوام ديالها، خصك لاعبين متميزين. يعني ماشي كيف كنقولوا باللغه ديال الكره غير كترقع. الرجاء ما عمرها ما كانت كترقع، ولكن دابا ولينا كنشوفوا رجاء اللي لا اداء لا نتيجه لا حتى شي حاجه. نتمنوا العام الجاي ان شاء الله يكون خير، ونشوفوا شي رئيس اللي غادي يجي يعطي الاضافه، ونشوفوا لاعبين متميزين، وموسم مستقبلي ان شاء الله يكون مزيان. حنا الرجاء كيف ما الرجاء فريق الالقاب، التاريخ كيشفع عليه. يعني حنا بكثره من الالقاب اللي فزنا بها مع فريق الرجاء البيضاوي كشخصيا انا حضرت لها الحمد لله. حنا فرحانين بها وباقيين كنفتخروا بها مع الجماهير المغربيه وخارج ارض الوطن. حنا كجماهير الرجاء البيضاوي الموسم بما له ما عليه غادي نتقبلوها، لانه كانت اخطاء وكانت شراكه بين الرئيس وبين المكتب المسير، لانهم ما وصلوش للمرحله اللي كيتسنى من جماهير الرجاء البيضاوي انهم يحصدوا الالقاب هذا الموسم، لان كانت الوعود كما كيقولوا وعود كاذبه بدايه الموسم. حاولوا ما وصلوش لذيك الدرجه. حنا بمشروع ماذا بك تقول مشروع غادي تحطوا على طاوله ويحاولوا 3 سنين ولا 4 سنين عاد باش نقدروا نقولوا المشروع انه غادي ينجح. اما العام الاول وعدت جماهير الرجاء البيضاوي اللي ما تقبلش هذاك القرار ديالكم انك غادي تحصد القاب، حنا غادي نتقبلوه بكل عفويه. كنتمناو من الرؤساء السابقين الله يجعل البركه يحاولوا يرجعوا اللور ياك. واش كنتمناو في وجه شاب رجاوي رئيس اللي يقدر يقدم الاضافه لفريق الرجاء البيضاوي مرحبا به. اما باش غادي نرجعوا 7 سنين و8 سنين و10 سنين الله يجعل البركه. من هذا المنبر كنقول لكم الله يجعل البركه الرؤساء السابقين. خلينا نشوفوا وجوه شابه اللي تقدر تقدم الاضافه وتقدر تخرج فريق الرجاء البيضاوي للبر الامان ان شاء الله الرحمن الرحيم. وديما رجاء مدير كبير ان ما نقدرش نحكم عليه، عنده اخطاء بما له ما عليه. يعني ما جاش بدايه الموسم جا كاين حصد ديال الحصيله ديال بنزرتي، جا قدم اللي عليه.
ما نقدرش انا نحملوا المسؤوليه بكثره من الانتدابات ما كانش في المستوى ديال تطلع جماهير الرجاء البيضاوي، ان اللاعبين اللي كانت راه عطاو، وما تبقى في موسم ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون اضافه، والعام الجاي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله.